بسم الله والابن والروح القدس. اولا بسم الله والابن والروح القدس. فيها اضطهاد. بنعمة ربنا هنتكلم النهارده زي ما حط العنوان السينمائي الاخ ماركو تخصص العناوين المثيره وراح فين؟ فالعنوان النهارده هو المعجزه ومكانها في الايمان المسيحي. المعجزه دورها في الايمان المسيحي. خلال موضوعنا هنعمل يعني نوع لفه كده هنلف في الانجيل عهد جديد وعهد قديم واضحه محتاجه تعدي شويه. لا مش ده الحل. تعالى ناخد فيه مع بعض نركز عليه لغايه لما ربنا يسهل. ويمكن اللي أثر الموضوع أكتر موضوع المعجزات هو إن ناس كتير بمناسبة الإلحاد الموضوع ده يعني بيقولوا إحنا مش لاقيين ربنا أو فين ربنا أو إيه الدليل إن هو موجود. يعني بيقولوا زمان كان في معجزات، حاليا مفيش معجزات بنشوف غير بقى شوية الحاجات اللي بتيجي في قناة الشفاء عارفينها بتاع ايه ده بني هند. حد فيكم شاف بني هند؟ شكلكم مش اصل بقى فتره تاني ما بيجيش دلوقتي يمكن عشان اغلبكم ما عندوش اوروبي فمش بيشوفوا. يعني هي ناس مع قناه الشفاء وبيسموها خدمتهم بيسموها خدمه الشفاء. الشفاء الجسد طبعا مش شفاء الروح عشان برضه او مش شفاء النفس اللي هي مدرسه ثانيه موجوده دلوقتي بتاعت سلام وعيسى او مصر بس. فدول مدرستهم ان المسيحيه لازم يكون فيها شفاء وان المؤمن ما ينفعش يمرض. ليه؟ يعني يقولوا المرض ده خطيه. طالما هو خطيه ما ينفعش المؤمن يبقى مريض. قولا واحدا. مش عارف هو لو مش مريض هيموت ازاي. انا مش هقول كل المؤمنين بيجيلوا بسكتة قلبية بقى. هو ده الحل الوحيد عشان المؤمن ما يمرضش وبالتالي ما يشكش ان هو يموت سكتة قلبية. طبعا ده اكستريم. هتقول احنا ما عندناش الكلام ده. اقول لك عندنا بشكل مختلف. ازاي؟ لما بنروح واحد عيان ناس كتير مننا لما بنروحوا لبعض المرضى بيتعبوه مش بيرعبوهم بيتعبوه. بس ياما لو حد يعني فهم الامور بشكل برضه محتاج تصوير يقول مثلا العيان ايه؟ انت لو عندك ايمان ربنا يشفيك. طيب لو ما خفتش ما عندكش ايمان. الحاله دي ممكن الواحد يتخيل ان المرض ده على من الله ما خفتش ربنا مش عايز يشفيك. ليه مش عايز يشفيك؟ كده عشان انا خاطئ او عشان انا مزعل ربنا. فوهان فربط الايمان بالشفاء او ان المسيحيه ما فيهاش مرض ده موضوع محتاج ان احنا نفكر فيه ونبحث شويه. من ايام المسيح كانوا يقولوا كده اية آية ترينا لنرى قلوبنا. الكلام ده كان في يوحنا 6. والغريبة تعرفوا قالوا له الكلمة دي امتى؟ بعد ما حضروا معاه معجزة الخمس خليفة والسبعين. قالوا له الكلام ده هم نفسهم اللي حضروا معاه المعجزة بتاعت الخمسة. فقالوا له اعمل لنا آية عشان نآمن بيه. موسى أعطاهم خبزة من السماء. فأنت لو يعني عايزنا نآمن بيه دينا خبز من السماء زي ما موسى اداهم. عمل ايه المسيح ساعتها؟ قال لهم طالما انتوا عايزين خبز، طالما انتوا عايزين آية من السماء، عايزين معجزة، انا هاخدكم بقى في ناحية ثانية خالص. خدهم في سكة ايه؟ حد فاكر؟ طب نقرا الانجيل. في حاجة اسمها انجيل. الانجيل ده في حاجة اسمها يوحنا ده فيه اصحاحات. اصحاح 6 احنا بنتكلم فيه لما
لما كلموا المسيح عن الاكل خدوا في سكه ايه؟ لازم ولا مش هسكت لما تقولوا ها الافخارستيه. معانا واحد مسيح فخدوا في سكه ان انتوا عايزين ايه من السماء، عايزين طعام من السماء، الطعام الحقيقي، الخبز الحقيقي نازل من السماء هو جسد الذي يعطيه من اجل حياه معانا. يبقى انت عايز اقول لهم ان انت مش محتاج تشوف خبز من السماء لتؤمن، انت محتاج تاخد الخبز الحقيقي لكي تحيا. يبقى انت مش محتاج اقتناع، مش محتاج عقل، مش محتاج حواس، انت محتاج حياه. فدي كانت احدى المرات اللي خد المسيح الناس اتجاه غير الاتجاه اللي هم فكروا. في قصه جت في كتاب عندما كنت السماء في جامس عن واحد شاب كان معسكر أول في أمريكا. فكان قاعد مرة يتفرج على برنامج تلفزيون برامج الشفاء، شاف واحد خف، فاتصل ببرنامج ودول عنوان الراجل ده، الراجل كان عنده تقريبا ورم حاجه زي كده، وهو اللي في التلفزيون يقول يا جماعه انا خفيت. فطبعا يعني حس كده في ايمانه، خد الهزيل ده، خد زقه يعني. فبعد اسبوع اتصل، جاب تليفون الراجل، اتصل بيه، ضرب على النمره، ردت عليه، ردت عليه، قال لها ده مش رقم فلان، هو فين؟ رجله يفتكر تعيش مات. حصل ان الايمان بتاعه ايه بقى؟ وقع، لان هو بني ايمانه في الاول على ايه؟ على المعجزه. عشان كده احنا لو تسالنا اي واحد فينا مسيحي كده اتولد مسيحي يسال نفسه ان ايه اللي بيخليني متاكد ان المسيحيه صح؟ لو حد يعني طيب على نياته مش شرير زي كده هيقول لي لا المسيح اول موتى، لا المسيح مشي على الميه، لا المسيح مش عارف عمل ايه. انا بعد الشرير طبعا، فاقول له ايه؟ انا ما شفتش حاجه، انا مش عرفني الكلام ده، انا مش مضطر اصدق حاجه انا ما شفتهاش. ومش انا بس اللي بقولها مع كده، ما تقوليش ده توما اللي كان من تلاميذ المسيح قال كده لازم اشوف بعيني عشان اصدق. ما تستكترش عليا بعد 2000 سنه اقول لك الكلام ده، اقول لك انا عايز اشوف بعيني مش هصدق. لكن اللي مخليني النهارده واثق ان الكلام ده حقيقي مش المعجزات اللي رواها الانجيل، ولكن الشخص نفسه. انا مش بامن بالمعجزه، انا بامن بالشخص، وامن بفكره، وبامن بتعليمه، وبتبعه لاني واثق فيه، واثق ان هو بيقول الحقيقه، واثق ان هو السكه، ان هو الطريق. فانا مش بتبعه عشان هو بيعرف يعمل معجزات، بتبعه لاني واثق فيه، لاني امنت بيه. عشان كده المسيحيه مش ايمان بالمعجزات، دي ايمان بالشخص، بنتبع الشخص. حتى في التسبيحه نحن فيها 60 اولى اسمه نتبع الكلام كل قلوب. فعشان كده لما جم للمسيح قالوا ايه ترينا؟ قال لهم تعالوا نكلمكم شويه عن الافخارستيه. دي الايه الحقيقيه. ومره ثانيه لما قالوا له، لما طلبوا منه ايه من السماء، قال لهم دي فاسق شرير يطلب ايه. ده الشخص اللي يطلب ايه ده شخص حفظه من المسيح، فاسق شرير. ليه؟ لانه لو اتعملت الايه ده مش هيزود الايمان. يعني الايه زي ما قال برضه كتاب حلو على فكره، يعني يحترم عقل الانسان قوي. يقول الايات لم تحدث فرقا مع الذين قرروا ان لا يؤمنوا بيسوع. الايات لم تحدث فرقا، يعني انا قرر ان انا مش هامن، اعمل لي معجزات بقى زي ما انت عايز، مش هامن برضه، انا مقرر كده. والدليل على كده يعني من ضمن الامثله الصادقه قوي يعني الحقيقه الموضوع ده، ال10 رجال البرص راحوا للمسيح. 10 برص، البرص كان ولا يزال حتى هذه اللحظه مرض صعب الشفاء جدا. يجوا للمسيح ال10 يقول لهم روحوا ارجوكم للكهنه والكتاب فيهم هم منطلقون برئوا. يرجع من ال10
واحد فقط يعلن إيمانه بالمسيح ويمجده، والتسعة الآخرين لم يعنيهم شيء سوى شفاء الجسد. وده يقول لي برضه سؤال مهم. احنا في الكنيسة بنعمل صلاة مسحة المرض، وبنعمل قنديل عام الصوم الكبير أكثر من مرة، وبنعمل لقان نقول اجعلكم ماء الشفاء. كم واحد بشكل كده علمي او موضوعي كم في المية من الناس اللي بترشد بالزيت نرحب بقرآن نادي وإيمان معاك يا جماعه مش معقول مفاجأة يعني سربرايز يعني اتفضل يا قرآن فاكر هتخش كده هسيبك يعني تعدي كده شفناكش بقى 30 سنة اتفضل. لا الستات يعني الرجاله كده يعني حاول تبقى شخصيه مستقله شويه. بشكل موضوعي كم في المية من الناس بتترشد بالزيت؟ لو في 100 مريض بترشد كم واحد؟ 1%؟ 2%؟ كلها. امال ايه لازمته؟ انا اقول لك العكس. اقول لك لو كل اللي اترشدوا بالزيت خف. انا عارف السؤال اللي بعدين هتقول لازمته ايه، بس انا هجاوب على السؤال الثاني عشان تخش في الثاني. لو كل الناس اللي اترشدت بالزيت خف هيحصل ايه؟ تخيل كده معايا سيناريو. يحصل ايه؟ يحصل انه تتحول الكنيسه في اذهان الناس غير ما يقصدوا تدريجيا الى ان المرض اصبح ايه؟ الشفاء الجسدي. وممكن ناس كتير قوي غير المسيحيين يامنوا بالمسيح او يجوا الكنيسه يبقى هدفهم من مجيء الكنيسه شفاء الجسد. يبقى كاننا خرجنا عن الهدف، خرجنا عن الرساله. يعني انا مثلا لو انا قلت مثلا ربنا يا رب نفسي تديني موهبه الشفاء زي ما كان الرسول، نفسي تحط ايدي عليك كل اللي عملت هنا فيك هتندم وهتكره اليوم اللي خليتك كده، لان انت مش هتعرف تعيش، مش هتنام 24 ساعه. الناس يقعدوا تحت البيت كل ما تطلع انزل في واحد عيان اطلع مش هتقدر. فالموهبه هتقول لي السؤال اللي بعديه زي ما قلت كلنا معاك. طيب ايه لازمه الصلاه؟ ليه بنصلي لشخص مريض؟ القنديل اصلا في الاساس بيتعمل في الكنيسه، القنديل بيتعمل في بيت الشخص المريض. مريض احد بينكم فليدعو خصوص الكنيسه، لكن ده وضع استثنائي ولا الدين هو هدف الصلاه في الاساس. ولو صليت رجعت صلوات القنديل هتلاقيها كلها تقدم رساله عذاب وغفران وسلام للشخص المريض اكثر ما بتقدم حل لمشكلته الجسديه. وده تقريبا بيبقى محتاجه الانسان، لان مفيش شخص فينا يتمنى ان يعيش للابد. يعني لو انت انسان مسيحي جالك مرض وانت فعلا فيك اشتياق ان تنطلق هتتمنى ما تخفش. مش من مصلحتك انك تخف الى ما النهايه، لكن في نفس الوقت محتاج قوي لما احس ان حياتي قربت تنتهي ان انا احس بالغفران، احس بالسلام، احس ان الكنيسه قدامي، احس ان الكنيسه واقفه معايا وتصلي عشاني. وهو ده الهدف الاساسي. عشان كده بنصلي بأشياء المرضى أو كل الأنفس المتضايقة والمقبوضة عليها. أعطيها رب إيه؟ رحمة، أعطيها راحة، أعطيها نعمة، أعطيها معونة، أعطيها خلاص، أعطيها غفران خطاياها وإيه؟ وأسامها. الكلام كله روح. ما هو ده إحنا معنيين بده في الأساس. هو ده قصدنا، هو ده هدف الكنيسة. الكنيسة مش مكان يستبدل الطب فيه بوصفة أخرى تغني عنه. لا، الكنيسة مكان الشفاء، مش مكان شفاء الجسد. شفاء الجسد جزء من رسالة الكنيسة. هنيجي الكلام ده لما نتكلم عن معجزات المسيح. المسيح دخل بركة حسدة، راح له واحد قال له أريد أن تجرب؟ قال له ليس لي إنسان يفريق في البركة. قال له قوم احمل سريرك، حمل سريره ومشي. هو مش المسيح مشي قبل. فجربت خلي بالك، انت شايف واحد عايز اقول لك المكان مليان مرض، انت شفت واحد والواحد ده على فكره ما طلبش منك برضه يعني، ولا طلب منك، ولا كان عنده ايمان بيش، انت اللي رحت له وشفيته.
فين الرئيس؟ سبتهم ليه؟ شفتهمش ليه؟ المسيح مش جاي عشان يشفي المرض، لا، جاي يخلص الانسان. لان شفاء الجسد ده شيء لا قيمه له، لان الجسد كده كده هينتهي. لما المسيح عمل المعجزه دي قال للراجل فوق احمل سرير فرش، يا ريتك ما قلت له كده يا رب. انت دايما يا رب تدخل نفسك في مواقف كده كان ممكن تعديها. هو الراجل مش حابب سريره، يعني الراجل راجل عليه بقاله سنين، لو قلت له ارمي سريرك وامشي هيرميه. لكن انت ليه قلت له ارمي سريرك وامشي؟ قال لاني من خلال هذه الايه انا اقدم رساله خلاص وعتق من ايه بقى؟ من حرفيه السبت والناموس. فانا استخدمت الراجل ده كوسيله وكبدايه حوار وتعليم عايز من خلاله اوصل للناس يا جماعه السبت وضع لاجل الانسان. دي واحد. ثاني حاجه قال لهم انتوا زعلانين ان انا عملت يوم السبت؟ ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل، والابن لا يقدر ان يعمل شيئا من ذاته الا اذا راى الاب فعلت. وابتدى يخش لهم في كلمه في موضوع علاقته بالاب من خلال شفاء ومن خلال قم احمل سريرك وامشي. حتى الشخص ده برضه المعجزه مش هدفها ان هو يعمل دعايه بنفسه. لما قالوا له بيت الشفاء قال ايه؟ مش عارف. يعني انت يا رب لو عايز حتى تعمل نفسك نوع من الدعايه والبروباجندا قول له على فكره ده الكشف بتاعي. اي حد تعرف ان هو عيان ده الموبايل يبقى يجي لي يشوش اي حد ابعتوا لي على طول. لكن تمشي يا رب ما تعملش اي نوع من البروباجندا لنفسك. انا مش هدف البروباجندا. انا هدفي ان اوصل رساله. عشان كده تلاحظوا انجيل يوحنا كله بالشكل ده. المسيح من خلال المعجزه قدم تعليم. معجزه تعليم على طول كده طول ما احنا ماشيين. لاحظوا معجزه الخمس ترغيفه السمكتين زي ما قلنا من شويه، بعديها الفارسه. معجزه المفلوج بعديها ابي يعمل حتى انا ايضا اعمى. معجزه المولود اعمى تتحكي في اصحاح كامل. طب يا رب ناس كتير المسيح شفاهم، واحد كان اعمى خلاص. لا انا مش بحكي معجزه واحد فتح، انا بقدم في البلاد هذه المعجزه تعليم. يبقى الهدف من خلال كلام المسيح ليس ان يقدم ايه. كمان بولس الرسول يقول حاجه عجيبه قوي، يقول لان اليهود يطلبون ايه ولليونانيين حكمه، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوب. تقصد ايه يا بولس الرسول؟ مصلوب ده هي لا معجزه. الصليب هو الانتي معجزه. ما قالوا له لو انت ابن الله عايزنا نؤمن اعمل ايه؟ اذن على الصليب. لهم لا مش هنفع. كما كده تبقى ضعيف. ماشي. ما انت كده يعني هنؤمن بيك ازاي وانت بهذا العكس مش قادر تعمل حاجه؟ مش مهم. ما انا لو نزلت برضه مش هتؤمنوا ولو كان نزل كانوا يؤمنوا. تفتكروا؟ واتكرر الموقف بشكل اخر مع استفانوس. استفانوس رجل، وكان لو واحد مننا واحد بيشوف كده المنظر بتاع استفانوس هو بيترجم ومش حد يعني مفيش نار نزل في السماء ولا حاجه واكل في الناس الوحشين اللي بيرجموه، كان ممكن يقول فين ربنا؟ فاستفانوس يا رب انا المجيد. وبولس الرسول يقول لك الذي نجانا من موقف مثل هذا وهو ينجي طب ينجيه. مش دي المعجزه. الآية بقى الحقيقية بقى في حياة استفانوس إن هو بيترجم يعمل إيه؟ يقول لك أنا أرى إيه؟ الوقت مفتوح وابن الإنسان قائم على عظمة. هي دي العظمة. هي دي عظمة آبائنا الشهداء. وهي دي عظمة المسيح والمسيحية. مش العظمة إن أنا ما اتصلبش، مش العظمة إن أنا أنجو من الموت، العظمة إن أنا في موتي أكون قوي. ان انا في موتي اشوف الله. هي دي الايه الحقيقيه اللي جه المسيح عشان يعملها. عشان كده في صدام. عشان كده تلاحظوا المسيحيين المتدينون يتعثرون في المسيح، مش المؤمنون اللي هم واخدين تدين اليهود، اللي طالما انا بدفع صوم بدفع عشور بدفع صلاه يبقى لازم ربنا يدفع معجزات. لكن انا بقى كتير عايش مع ربنا ودخلت الامتحان ما حلتش كويس، ما كانش قادر ربنا يخليني انجح.
هو ده بقى اليهود يطلبون آية. للأسف تتعصب الناس حجر عصرة وصفة وبقى القديسين بالنسبة لنا كل علاقة الناس بالقديسين هي المعجزات وهي الآيات. قريب كنا نحكي قصة بريمينا وقصة اكتشاف جسد بريمينا. قصة بتقول إنه في واحد راعي كان عنده خروف أجرب، فالخروف وهو بيتقلب في حتة معينة الجرة راح، فالراعي استغرب جاب الفات تانية قلبت في المكان كله برضه فالجرة راح. ايه حكاية؟ فجت بنت الملك عندها مرض جلدي وبردت في المكان ده، ظهر لها بريمينا وقال لها انا جسدي موجود في المكان ده. طلعت انا جسد بريمينا، ومن خلال الايه دي عرفنا او اكتشفنا جسد بريمينا واكتشفنا حياه بريمينا وسيره بريمينا. طيب بعد ما الجسد طلع هات 100 خروف اجرب تحطه في الحته دي او حطه على انبوب الجسد بريمينا شخصيا. ليه؟ اصل الايه دي موظفه، هي معموله عشان كده شوف مثلا القديسين كان في حياتهم ربنا بعد وفاتهم بعد استشهادهم او نياحتهم يعمل معجزات. تلاقي رشع النبي مثلا في العهد القديم وغيره قديسين معاصرين. الله من خلال المعجزه عايز يقول للناس الشخص اللي انتوا بهدلتوه واللي انتوا اهنتوه زي الامر والاب واللي انتوا ضربتوه من مكان لمكان، الشخص ده انتوا ما كنتوش تستخدموه. الشخص ده عزيز عندي جدا، الشخص ده عايز اكرمه انا كرمته في السنه وعايز اكرمه على الارض. عشان كده تحصل المعجزه. لكن ما اجيش انا بقول الله الرب بيعمل بذات خروف، لا مش هيعمل. هو مش هيعمل عشان انا عايز يعني، هو هيعمل عشان ربنا عايز من خلاله يعمل معجزه مش بمزاجي. وفي ناس تقول لك ما اشمعنى يعني انا جبت كتاب معجزات وعطيت كتب المعجزات ساهمت في اضعاف ايمان الناس بربنا بشكل مخزي، مع انها المفروض يفترض يعني لو تطلع كتب المعجزات وتكتر الناس ايمانها يزيد. الواقع احنا بنشوفه ان ايمان الناس عند ربنا في منتهى الشاشه وضعف طبعا، لان هو مبني من الاول على المعجزات. هو كل واحد كده متخيل ايه بقى؟ انا متخيل كده منظر بشكل كوميدي كده انه ربنا قاعد في السماء ويجي كده قديس منهم يقول يا رب بعد اذنك انا عندي مشوار نازل عن مشوار. هي بتعمل ايه؟ انا شغلانه بقى يعني انا هعمل كده يعني هعمل بس شويه هشتري كام عيال في كذا عندي لسته بصراحه يعني عندي لسته ناس عايزه تكتب كانوا دماغي انا نازل اعمل شغل كده هشتري بقى بعدين مش بمزاج. الله هو الذي يعمل من خلال من يريد. وحتى الآن إذا كان الله يرى أن الكنيسة تحتاج إلى معجزات منظورة من أجل الكرازة الآن سيفعلها. فهو الله يعطي الموهبة بحسب احتياج الناس مش بحسب يعني الناس يقول لك ما كنتش قدسين دلوقتي هم دول ربما احنا ما الاساس من دول يرجع المعجزات، لكن دلوقتي الناس ما بتعملش معجزات. هو بص ربنا عايز يعمل معجزات هيجيب هو اكيد اختار الله في ابناء العالم المصدره وغير الموجود، واكيد في ابناء صح واكيد في مصدره واكيد في غير موجود. فلو هو عايز معجزه هيعمل زي ما نقل المقطم من خلال شخص مغمور هيقدر يعمل معجزه ما تحملش هم يعني. لكن هي القضية هل الله يريد أن يعمل معجزات الآن أم يريد أن يجعل إيمان الناس مبني كما عرف الإيمان هو الثقة بما يرجع إليه قلب أمور لا ترى. في حاجة أو في كذا ملحوظة اكتشفتها من خلال سفر الأعمال. طبعا المفروض يعني نقرأ سفر الأعمال دلوقتي. أول حاجة
انه السحر كان متفشي جدا في القرن الاول الميلادي اكيد قبلها. يعني اول ما شفنا فيلبس اول ما راح السامره يقول لك وكان هناك ساحر اسمه سيمون كان يدرس شعر السماء. فانا كفيلبس عشان ادخل في مكان في واحد ساحر مبهر لازم اعمل حاجه. لازم ربنا يعمل من خلال حاجه تخلي الناس يقولوا ان المسيحيه اقوى واعظم من السحر. فليه ده في الاول حسب الارضيه حسب الثقافه الموجوده في الوقت ده. انا هاجي اقول لهم انا مش بعمل معجزات، يقولوا طب احنا مش هنصدقك تمشي ورا الراجل اللي بيعمل معجزات. لدرجه ان سيمون نفسه لما شاف المعجزات اللي عملها فيلبس اللي عملها بطرس ويوحنا يحطوا ايده مع الناس يحل عليهم الروح القدس، قال لهم خدوا فلوس ودول الموهبه. يبقى الكنيسه كانت تحتاج في هذا الزمن الى معجزات قويه بارعه لكي تعطف الناس من السحر اللي كان متفشي. ونفس الموضوع حصل برضه بعديها على طول مع اول ما بولس الرسول اول ما رجله وطأ الكنيسه في باتوس او وطأ مكان كريسيا وجد ساحرا نبيا كذابا اسمه بار يشوع، وكان يضل الوالد سيرجيوس بولس عن الايمان. ووقف بولس الرسول اول معجزه عملها انه عماه. تخيل اول معجزه عملها في حياته انه عمى واحد. معرفش بقى كانت يعني عشان هو يعني اتعمل فيه قبل كده اكيد طبعا هنقول على سبيل الدعاء اكيد، بس كانت اول معجزه عملها بولس الرسول انه اصاب هذا الساحر في العمى. وكان ده لازم يحصل. ليه؟ لانه كان يطلب ان يفسد الوالي عن الايمان. المعجزه هنا كانت مثابه انقاذ، كان في احتياج لكي ننقذ الانسان اضاء السحر. حتى ايام داوود ايام موسى اسف ما ابتدى موسى يعمل معجزات، فابتدوا يقاوموه ازاي؟ انهم يحاولوا يعملوا نفس المعجزات. فساعتها السحر كان من البدايه يعني من زمان قوي حتى في عصر المسيح كان من الحاجات المبهره. فكره من قريب شفت بعضكم شافوا استغربت له قوي واحد بيمشي على الميه، شفتوه حمام سباحه مشي من حته لحته. السحر هو اللي يعمل كده ليه لا؟ ولكن هو انا امن ولا امنت بالمسيح عشان مش على الميه؟ لا ما امنتش بالمسيح عشان مش على الميه. لكن ده ورينا قد ايه ان ممكن هذا العمل ممكن ان يحصل نوع من التزيين. نقطه كمان في موضوع المعجزات موضوع حلول الروح القدس. في الكنيسه الاولى كان الروح القدس يحل دائما بشكل منظور في شكل موهبه التكلم في الالسنه. ليه؟ وليه دلوقتي ما بيحصلش؟ يعني ليه كان بيحصل وليه دلوقتي مش بيحصل؟ ليه زمان كان لازم يحصل؟ لأن الناس ما كانتش تعرف الروح القدس، فكان الحلول لابد أن يتم في البداية بشكل الناس تلبسه. لأن ده كمان بحث كيرنيليوس كان له وظيفة في منتهى الأهمية. كيرنيليوس كان كان غير مختون، وراح لبطرس لإعلان وبمعجزة أخرى يعني صيد رؤية عشان يرضى أصلا يروح لكيرنيليوس يبشره. فلما راح وهو بيتكلم وهو لسه ما خلصش الكلام حل الروح القدس على الناس. عرفنا ازاي ان هو حل الكتاب يتكلمون بألسنة يعظمون الله. لما ساعتها لما ده حصل بطرس الرسول قال له حد يستطيع ان يمنع الماء عن هؤلاء. الروح القدس خد قرار المعموديه بقى ما اقدرش انا امنعها. خلاص هم المفروض السيكونس اللي معروف ان شخص يتعمل ثم يوضع عليه الايدي فيمتلئ من الروح او يحل عليه الروح. اللي حصل ان ربنا كسر القانون بشكل منظور عشان يخلي الناس تؤمن ان الروح القدس حل ايضا على الامه. والشيء المؤسف والمحزن ان الكنيسه في عصر
في العصر الرسولي الاول كانوا لسه مش قادرين يستوعبوا ان الامم المفروض هيامنوا، لدرجه لما رجع بطرس خاصمهم الذين من اهل الخداع. هو انتوا مش مركزين مع المسيح لما قال انكم تكونوا لي شهودا في اليهوديه السامره وايه تاني؟ والى اقصى الارض. دي وقعت مفيش بالكم ولا السامره يعني عدت بالعافيه، لكن اقصى الارض دي ما وصلتش. ولا فاكرين اليهود اللي في اقصى الارض؟ طيب عشان نكسر ده لما بولس اول ما بطرس حكى لهم القصه، حكى لهم المعجزه الباهره وقالوا له الروح القدس على الناس من قبل ان يعتمدوا بالمال سكتوا. فقالين اذا اعطى الله الامم ايضا حياه. انتوا بتفكروا دي حاجه زي اكتشاف يعني؟ انتوا متخيلين انه المسيح ده جاي عشان خاطر شويه اليهود اللي في اليهوديه واستمرت؟ فكان الله يحتاج إلى أمور استثنائية لكي يعلن عن تغير في أذهان الناس ويفضل الناس فكرة جديدة. وده برضه هيرجع لي نقطة ثانية، إن كل معجزات المسيح مثلا لو خدنا مش بس إنجيل يوحنا كل المعجزات كان يوم السبت، باستثناء عمر كريم كله كان يوم السبت. إنجيل لوقا شفاء الذي يوم السبت، المرأة المنحنية يوم السبت، أرقص يوم السبت. إيه الحكاية؟ هو أنا أصلا أنا بعمل معجزة عشان أوصل من خلال المعجزة رسالة، عشان أنقل فكر الناس أن السبت وأن الناموس كان مرحلة في حياة الإنسان، وأن الراحة الحقيقية هي أن يعمل الإنسان الصلاة في يوم السبت لا أن لا يعمل. وهي فكر الإنسان ده من خلال المعجزة. أنا محتاج المعجزة هنا عشان أعمل النقلة دي في حياة الإنسان. وتلاحظوا مرة المسيح يقول لواحد اذهب حدث كم صنع من الرب ورحمة، ومرة واحد ثاني يقول له إيه؟ يقول له أن لا يقول لأحد. يبقى مش دايما المعجزة هدفها إن أنا أحكي للناس. وبرضه أنا ما بزعلش من الناس اللي مش بتصدق المعجزات. يعني أنا مش مقتنع، يعني ممكن لو هقرأ معجزة مثلا كتاب معجزات مش مقتنع بولا قصة فيه، أقول له من حقك إيه المشكلة؟ ما تصدقش. هو أنت هتسد إيمانك على المعجزات؟ لا خالص. المعجزة دي معمولة لصاحبها. المعجزة دي المسيح بعتها لصاحبها، فهي دليل محبة الله للشخص. وزي ما قال برضه أحد الكتاب المعجزات هي إظهار لمحبة الله وليس لقدرة الله. ربنا مش عايز يوري إن هو جدع وإنه قوي وإنه شديد من خلال المعجزة. ربنا عايز يوري إن هو محب للإنسان. فبالتالي المعجزة لصاحبها في الأساس، المعجزة للشخص نفسه، وليس بالضرورة إن أنا لازم أحكي للناس عنها. مش لازم. طب أنا بمجد ربنا، أوكي احكي، بس ما تطلبش إن كل الناس تصدق. مش لازم الناس تصدق. الناس ما صدقتش المعجزات اللي حصلت قدام عينيها، هتصدق لما أنت تحكي لها؟ المسيح لما شاف الشخص المجنون وأعمى وأخرس قالوا إيه بقى؟ بعد زبور رئيس الشياطين شافوا الشياطين بس. ما قالوش يا خلاص يا رب رجعنا تحت إيديك، ما حصلش. ما وصلوش كده. عشان كده لو مين ما شافش العذراء ده، يعني عايز اقول جمال عبد الناصر وقف وشاف العذراء في الزيتون، شاف بنفسه. انا بعدين بلاش قالت العذراء دي اخاف مش شاف النار وهي نازله من السما واكلت الذبيحه، طلع اخاف بعد كده سكت تحت الجريد ليه وقال له خلاص قالت لي بربنا. ما حصلش. تعرفوا ايه اللي اثر في اخاف بقى؟ لوريك اللي بيأثر في الإنسان الكلمة ولا المعجزة؟ لما إيليا قابله وقال له إنه الكلاب ستأكل دمك، ستلحس دمك في المكان اللي لحس فيه دم أبوك إسرائيل. يقول الكتاب فصام وضجع سكوت. يبقى اللي بيأثر في الإنسان. احنا حاولنا ناخد انه المعجزة هي الأقوى، الكلمة هي أقل تأثيرا. لا، الواقع الكلمة هي الأقوى تأثيرا من المعجزة.
كده محتاجين نعيد ترتيب الدلائل. كلام الذي يكلمكم به هو روح وحياه، فأي ساعه حين اسمع، وهي الان حين يسمع الاموات صوت ان الله والسامعون يحيون. هي دي المعجزه اللي بس جاي يعملها او انسان ميت. المعجزه ان الانبا انطونيوس لما يسمع الكلمه في الكنيسه، اذا اردت ان تكون كاملا اذهب بيع كل ما تتعرف عنه يمشي ويطلق. هي دي القوه، وهي دي قوه الانجيل، وهي دي الحاجه اللي احنا راميينها على جنب وبندور على الحاجات اللي مش مهمه. طبعا الكلام في الحاجات دي كتير قوي، مش عايز اطول عليكم. كل دي مجرد يعني نقط، انا ما بدعيش ان انا غطيت الموضوع من كل الجوانب، لكن قدر المستطاع يعني لو في حد طبعا هيسال او يطرح مواضيع المناقشه ممكن تكمل ما نقص كذا مره. يا ريت النهارده يا جماعه ما نتاخرش، عشان النهارده في شويه يقلق شويه بعد نروح. تمام، القاهره فيها شويه لخبطه كده. الجيزه، اسكندريه. اتفضل. الايمان؟ لا، ما يمشيش على مكان. يعرف ايه؟ تمام تمام كويس. فهمت السؤال. فهمت السؤال. قول تاني. هو بيقول انت بتقول الايمان ما يجيش على مكان. طيب امال يعني كل واحد شايف يجيله صح، فايه الدليل انها صح؟ الدليل ان دي صح. اقول لك الجزء الاولاني اللي احنا قلناه ان حتى المعجزات لم تؤدي الى ايمان. تمام؟ مش حد اللي امن بالمعجزات شيء غير، لكن الدليل ان ديني صح هو الثمار. المسيح قال كده هياتي انبياء كذا، طب نعرفهم ازاي؟ قال لهم بالثمار تعرفوا. يعني انت شايف المسيحيه بتقدم ايه؟ كذا. الاديان الاخرى بتقدم ايه؟ ده بيوصل لفين وده بيوصل لفين، ده بيطلع ايه؟ المنتج النهائي بتاع ده ايه؟ وده بيطلع ايه في النهايه؟ قارن. لان هي في النهايه العقائد والمعتقدات والفلسفات هي في النهايه طرق. المسيح قال انا هو ايه؟ قال طريق. هي دي طرق، لكن هي ليست طرق حقيقيه، بس هو الطريق الحقيقي. اعرف ازاي؟ انت تعرف طريق اسكندريه ازاي وانت ماشي؟ يعني السبب بتاعك الاخر طبعا لا، انت تعرف انك كل ما بتمشي فيه بتزداد يقينا انك ماشي صح. بس انا بقول لك ده طريق اسكندريه، صدقني او كذبني امشي فيه، لان اسكندريه بتقرب وانت ماشي صح. بس اسكندريه بتبعد، يعني مثلا امشي شويه الاقي دير المحرة، طريق اسكندريه خالص صح؟ لكن امشي الاقي وادي مشهور انا كده غالبا مش صح. فالإنسان كله بيمشي في طريق المسيح بيكتشف وبيزداد يقينا زي ما قال الكتاب من إيمان إلى إيمان. فهو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. يبقى كل إيمان بينقلني إلى مرتبة أعمق من الإيمان. وزي ما قلت لكم الوصية المسيحية إعجاز الإنجيل، كلمة إعجاز يعني كأنه يقدم الحق الحقيقي. كل ما هو ليس مسيح ليس هو الحقيقي. وبعدين انا مش هقارن بين المسيحيه وديانه اخرى مثلا زي الديانه اللي احنا عايشين وسطيها قديمه، يعني يبقى برضه المسيحيه بصراحه لما اقارنها يعني، لكن قارنه باي شيء اخر لانه ما ينفعش يعني عايز داعش مثلا يعني مش محتاج كلام تقول ايه، لكن هتقولي ما هو ده مش سبب، يعني مش عشان الشيء الاخر مش حلو ده معناه الشيء اللي معايا صح. طبعا مش دليل، لكن هات لي الافضل وانا بقول لكم لو لقيت حاجه افضل من المسيحيه انا مستعد اسمي المسيحيه ولا كده ده امانه. هات لي حاجه افضل من المسيحيه، وريني الافضل، وريني الاصح، وريني الحق. لو في حاجه حق اكتر من كده اتبعها. اصل هو دايما ايه؟
انت ان امنت تريت، يعني انت بتختبر لما تؤمن. مش عرفت ان انا صح، امن تجرب. ان امنت تريت، لكن مش تقتنع عشان تجرب عشان تامن، لا. لان كل واحد له قناعات، وكل دين له قناعات وله مبررات المقنعه عقليا الى حد ما. لكن ده مشي بقى ايه وده مشي بقى ايه، هو ده الفرق. برام مش عايز لنا حاجه، لازم ان هو جاش من زمان. اتفضل. شفت انا بستفزك ازاي. هو انت صوتك يعني الصليب يا برام مش محتاج، يعني البلت ايه كويس. دي مش باب بالظبط المفتاح، يعني لازم قنبله عشان الباب يتفتح. التاريخ يعني تراث. احنا قلنا التراث ده في الاول قلت ده مش دليل او في البدايه. حد عايز حاجه؟ حد معترض؟ طبعا الراجل ديمقراطي معترض، الامن الوطني يتصرف معايا. حد عايز يحكي اختباره، وناس ممكن واحد يحكي اختباره وناس تقول لك انا مش مقتنع بالكلام ده. صح؟ يعني انا واحد من الناس لما كنت انا اسف بس انا شفت وانا بشوف القناه بيني هند، انا كنت مقتنع بعمل المعجزات اللي بتحصل. وحتى لما شفت بعض المعجزات اللي وانا محتاج اعملها، انا كطبيب نفسي بتشكك في حاجات كتير منها بعتبرها حالات نفسيه. يعني مثلا واحد ما بيتكلمش، في حاجه اسمها هيستيريكال افكت، واحد عنده ضعف عدم مدرك التسكين، ممكن يعني يحقق يتكلم. فالمعجزه يمكن تشكيك فيها، لا يصح ابدا التشكيك فيها، ولا يمكن ان تكون بابا للايمان. تمام؟ لكن انا بقول ساعه المعجزات المسيحيه دي مش محتاجه، ما ينفعش تقاومها ابدا، وما ينفعش تقاوم الشخص نفسه، لكن هم واخدين قرار شنقان مهما تعمل. قومت العازر، فكان عايزين يموتوا العازر ويموتوا المسيح، يعني كان رد الفعل بتاع قامت العازر ايه؟ نموت العازر، لان تصوروا ناس كتير كانوا بيقرأوا قضيه فرانسيس مش كده؟ صح مظبوط. طبعا
اكثر منطقيه. مش بس هي ايه جميل، لانه ما ينفعش حد يثبت 100% حديث الممكن باي حاجه، بس الاشارات الكبير هي مش متنافيه مع العقل مع الديانات الاخرى اللي هي اي ديانه تكون، يعني اي ديانه حصلت. لان يعني ببساطه شديده المنطق كانت المنطق لما اتقالت يعني كانت بيوصف فيها اكثر، يعني كانت المنطق كلوجيك، يعني كانت اصلها الكلمه كان بيتكلم فيها يوحنا الرسول في البدايه زي الكلمه لوجيك. فكل الناس فكل العلماء كل اللي هي الفلاسفه من اول ارسطو ونيل لما بداوا يحطوا اساسيات المنطق، ولما يجي يطبق الاساسيات دي على التفكير نلاقي ان يعني دلالات العكس ومعارف المنطق كده فالقصد يعني ان احنا لو وضعنا زي ما قلت التفكير المنطقي نقدي موضوعي حتى فلسفي هنلاقيه ان هو مش متنافي مع بعض، بالعكس انا هي لازم يعني انا موافقه ان يعني احب واشجع الناس ان احنا ندرس التاريخ الفلسفي اي حاجه بتدي هتكتشف قد ايه العقل، يعني قد ايه العقل مرتبط كتير زي ما قلت قد ايه زمان. حد فهم يعني ايه منطق يا جماعه؟ انا بس هتعملوا زي اسماعيل لما في المسرحيه قال لك يعني ايه منطق؟ عارفين يعني ايه منطق؟ ايوه اتفضل. انا سألت حاجه في مقولة التاريخ لا يوصف خيالات. ده على ان هل المسيحيه صح او غلط؟ هو قانين عندهم تاريخ واحد. ليش؟ هو اكيد ده حصل، التاريخ لا يوصف خيالات. أظن لأن الديانات الأخرى كانت فيها كانت الصنع ما زالوا بيلزموا يلزموا عليها. تاني حاجة في الفلسفة أفلاطون كان أصلا بيختار عملية الخلق، يعني إزاي الخلق خلق، إزاي كذا حاجة خلقت الوقت. وصل إن هو كان أفلاطون أصلا من حسب هو في واحد منهم على الرغم من الفلاسفة التانيين كانوا بيخصصوا كل حاجة كل بس انت دخلتنا في الموضوع كويس ابقى نوبل منك لا يا بابا دخلتنا في المنطق وافلاطون الدنيا دي كده اقتنعت بقى في الاخر مش هقتنع بس تقدر ما تقتنعش عن كل الكلام ده كده عشان الجو حر وشراب كان بيهاجم مع بقاله 100 سنه ولا مش عارف يشترك بالاجتماع